بسم الله الرحمن الرحيم. قضيتنا قضية حسن شاكوش، اتهامات جديدة وقضية خطيرة جدا ممكن تلاحق حسن شاكوش وممكن تودي به داخل السجن. طيب مين الغلطان؟ حسن شاكوش ولا مرات حسن شاكوش؟ أنا هتكلم بمنتهى الصراحة. الغلطان هو أنت كمشاهد، علشان بتصنع من الناس دي، بتصنع منهم حدث وبتصنع منهم مواضيع وبتتكلم انت عملت لهم ايه؟ ليه؟ حسن شاكوش طلق مراته، حسن شاكوش ما طلقش مراته، هي طلعت متجوزه قبل كده وما قالتلوش. انت مالك؟ خليك في حالك وترجع تقول ده يا ابن الحلال. بيلهوا الناس، بيخلوا تفكيرك دايما مشتت. والله العظيم مخطط ان تفكيرك دايما مشتت عن الحياه. كم واحد أثر في عباداته مع ربنا بسبب قبل كده طلعوا لنا قضية شيرين عبد الوهاب، وقبل كده طلعوا لنا قضية مش عارف محمد رمضان مع الطيار، وقبل كده طلعوا لنا قضية وقضية 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 وقضية. حرام عليكم، ارحموا الناس، ارحموا الناس. ايه الفايدة من ان انت تتكلم عن حسن شاكوش ومراته شيرين وجوزها، وفي الاخر شيرين رجعت لجوزها. الترند اللي جاي حسن شاكوش هيرجع لمراته. الناس هتبدا تتكلم تاني، حسن شاكوش رجع لمراته، مراته سامحته، مش عارف، اتنزلت على القضيه، اتنزلت على المحكمه. وفي النهايه احنا ضيعنا وقتنا وقصرنا في عباداتنا مع ربنا. تمام؟ واحنا اتحرق دمنا واتحرق اعصابنا، اتحرقت علشان مين؟ على شويه ناس ما يسووش حاجه في نظره المجتمع.